السلام عليكم يا دكتورتي الغالية. حبيبتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا دكتورة هالة، أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة. هحاول أختصر لحضرتك. أنا قصتي شبه قصة حضرتك كده، يعني قريبة منها. يعني قصة فيهم يعني صراحة لك قصص كتير. قصة فيهم. فأنا هقول لحضرتك دلوقتي. يعني من كام شهر كده يا دكتورة هالة، أنا سمعت فيديو لحضرتك بتاع النساء الملعونات، واخدت قرار ان انا يعني هلبس الخمار خلاص، وهغير لبسي كله وهلبس لبس شرعي يعني. الله عليك. والحمد لله اخدت الخطوه الحمد لله. انا من ساعه ما لبست الحجاب يا دكتوره، من ساعه ما لبست الخمار يعني صح، ولبست حجاب شرعي، واول مره نزلت بيه الشارع اكيد في حاجه اتغيرت جوايا يا دكتوره هلا، في حاجه حصلت انا مش عارفه ايه اللي حصل فيا، بس حياتي اتشقلبت خالص لدرجه ان انا يعني حتى يعني جيت في وقت قلت انا اكيد يعني مش هفضل كده طول عمري يعني انا ما كنتش ناويه اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا البس الخمار بس. طيب. جيت اعمل حاجه يعني من الحاجات المحرمات ما قدرتش اعملها، وفي حاجه جوايا حاجه اتغيرت خالص يعني. بقيت اسمع فيديوهات حضرتك، واسمع يعني حاجات دينيه وكده، اكني بسمعها لاول مره يا دكتوره هلا، اول مره اسمع الكلام ده. لدرجه ان انا يعني اكني لسه داخله الاسلام جديد يا دكتوره هلا. انا اكتشفت ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص 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 عن الاسلام، وحاجات كتير حرام انا ما كنتش اعرف اصلا انها حرام، ما اعرفش اي حاجه خالص يا دكتوره هلا خالص. ولا حد انا عايزه يا دكتوره هلا، عايزه اعرف اعمل ايه يعني انا دلوقتي مشكلتي ان انا اولا ما عنديش اي صحبه صالحه خالص خالص، يعني الفرق ما بيني وبين حضرتك ان انا ما عنديش اي صحبه تعدني او تقول لي ايه الصح او ايه الغلط. انا لوحدي كده بقعد اسمع حضرتك واسمع حاجات وماشيه لوحدي كده، ماليش اي حد خالص. لدرجه يا دكتوره لما انا بسمع كلام من حضرتك، انا اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه اسمها قراءات للقران، اول مره اسمع في حياتي كلمه متون، والكلمات اللي حضرتك بتقوليها في وسط الكلام دي انا بقعد ادور على معانيها، القاعده النورانيه والكلام ده. اول مره اسمع الكلمات دي، الالفاظ دي اول مره في حياتي اسمعها، بقعد ادور عليها عشان اعرف ايه دي اصلا. اكتشفت ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص يا دكتوره هلا خالص. يا حبيبتي يا حبيبتي. فانا دلوقتي عايزه اعرف اعمل ايه، يعني عايزه اعرف كل حاجه ومش عارفه ابدا منين ومش عارفه اعمل ايه. على راسي يا حبيبه قلبي، يعني على قولي لي راسي. خطه او كتب او حاجات اقراها او حاجات اسمعها، مش عارفه. تعالي احنا نلغي الحلقات صدقيني يا امه الله، ونقعد نتكلم عن ربنا والله العظيم. ابص يا ريت والله يا دكتوره هاله. والله يبقى بصي اولا انا بحبك في الله وببلغك من المكالمه دي، دخلت قلبي والله يا دكتوره هاله الله يرضى الله يرضى عنك يا امه الله. ادعي لي ربنا يجمعني بيكي في الدنيا ويجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام. تاخدي بايدي يا دكتوره هاله، انا في الدنيا قبل الاخره يا دكتوره هاله، بالله عليكي تدعي لي الدعوه. يجمعنا يا رب ويا رب يجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام، ويفرحنا بقرب النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم امين. اسمعيني يا امه الله، اسمعيني، وكل بنت انا اي حد يكلمني هنقعد نعيط بقى، وسيبكم من التلفزيون والكلام الشكليات دي. بصوا يا كل بنت ارتضت الله عز وجل رب، والنبي صلى الله عليه وسلم رسوله، والاسلام دين، يا كل بنت ربنا كتب له، ربنا اراد لك يا امه الله انه يجيبك في طريق، ربنا عايزك، ربنا يريدك، ربنا بيحبك. بتقولي حياتك اتغيرت؟ طبعا. التائب ايه يا بنتي؟ حبيب الرحمن. فانت دلوقتي حبيبه الرحمن، فانا لما اجي اكلمك اقول لك يا حبيبه الرحمن تعالي تعالي. احنا نص الحديث بقى، احنا مالنا، احنا بنتمحك في الاحاديث اللي زي دي صراحه، ما بنصدق نلاقي حديث زي ده نمسك ونتشبث فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليكي، ادعو الله سبحانه وتعالى يفقهك في الدين، ويا رب يجعلك لسان حق يا رب في الاولين والاخرين، اللهم امين. ما اعرفش، انا اول مره ادعي الدعاء ده لحد سبحان الله، فاعرف انه رزقك. اسمع ايه؟ تعالي لي هاتي، يلا هاتي كل الحلقات بتاعه الشيخ سعيد الكملي. انا بقول لك اهو شرح الموطأ، الراجل قعد 10 سنين يشرح فيه. سعيد اكتبي ورايا كده واكتبوا ورايا شرح الموطأ لسعيد الكملي، سلسله كامله. خلصتي خدي يوم من هنا كذا حلقه، مثلا في ساعات بيبقى له حلقات ساعه و30 دقيقه، وساعات له 13 دقيقه. خدي لك حاجه كل يوم وفرغي الكلام اللي هو بيقوله والمعاني اللي هو بيقولها. رقم 2 سلسله المراه للشيخ ولد الددو. بصي ده بقى هتعيشي، عارفه بقى لما تلاقي الدنيا ضلمه وهوب نورتي كده، ونغني لك بقى ان شاء الله نورتي. الشيخ سلسله المراه بتاعت الشيخ ولد الددو. طيب اعرف ايه؟ بصي هاخد سيره واخد عقيده واخد حديث ان شاء الله، حتى الفقه ماشي هقول لك، وانت طبعا فقه يعني. هاخد مثلا يعني السيره النبويه، وعايزاها مثلا فقه السيره العبر والعظات، تمام. وبعدين هاخد العقيده، بلاش تبتدي بالعقيده الطحاويه، خدي
خدي اي كتاب في العقيده، مثلا التوحيد، مثلا توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالوهيه والربوبيه، وتوحيد الاسماء والصفات. خدي من ضمن العقيده اصول الايمان السته. الكلام اللي انا بقوله لك ده موجود وله دروسه. وبعدين اخد بقى ال 40، قلنا خلاص ال 40 نووي. وبعدين اخد فقه، اخد فقه بسيط كده، حاجه عشان تبقى فاهمه على الاقل فقه السنه مثلا للسيد سابق، او اي فقه عندك موجود، او المدخل مثلا الاصول، بلاش المدخل الاصول الفقه صعب. خدي حاجات في الفقه، فقه الصلاه والطهاره، فقه الصلاه والطهاره اللي هي الوضوء والغسل والكلام ده، وبعدين فقه العبادات، وبعدين فقه الصوم وفقه الحج، كل الحاجات الاساسيه اللي واعرفيها، وابتدي اتعلمي علم شرعي. خدي بقى القاعده النورانيه، كل ده مع التجويد. ما شاء الله ما شاء الله، عندك مجاميع بتبتدي في التحفيظ اول 5 10 15. يلا يلا توكلي على الله، وادعو الله سبحانه وتعالى يستخدمك لعز الدين. ويا بنت الله اثبتي 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 اثبتي. الاحاسيس اللي جواكي احاسيس جميله، ادعو الله سبحانه وتعالى يتمها عليك يا رب. تنسيناش من الدعوات، واكثري من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان بقى ايه تشوفي الحاجات الجميله. والله مكالمه حلوه.